مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم من الفضاء الاريترية. نحييكم ونقدم اليكم نشرة الاخبار لهذه الفترة والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اجراء عملية جراحة العيون لاكثر من 470 مواطنا في مستشفى مصوى. تشييد سد في ضاحية روبانازا. جهود لتعزيز قدرات المرأة في الاقليم الجنوبي. بعد اللقاء الثلاثي في بغداد، العراق يدعو إلى اجتماع بشأن الملف السوري. الاتحاد الأوروبي وميركوسور يتوصلان إلى اتفاق تجاري تاريخي. وإيران تطلق وحدة متقدمة لنشر الأقمار الصناعية في مدارات أبعد. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نجح فريق مكون من 17 طبيب عيون بالتعاون مع أطباء إريتريين في إجراء عمليات جراحية لإعتام عدسة العين ل 473 مواطنا من مختلف أنحاء منطقة شمال البحر الأحمر في الفترة من 28 من نوفمبر وحتى 5 من ديسمبر في مستشفى مصوى. وأوضح طبيب العيون الدكتور سايمون كبده أن 3000 مواطن من أصل 4000 مواطن خضعوا لفحوصات عامة، وتم توزيع الأدوية و950 نظارات قراءة خلال الحملة التي استمرت أسبوعا. ودعا إلى استمرار الحملة على نطاق أوسع في المستقبل لأهمية تبادل الخبرات إلى جانب دورها في التخفيف من مشاكل الرؤية لدى المواطنين. وأفاد المدير الطبي لمستشفى مصوى الدكتور زموي مكنن أنه تم اتخاذ الاستعدادات الكافية لاستقبال المواطنين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية. وأوضح الدكتور عبد الله بشير طبيب أول طب العيون بمجموعة أطباء البصر أن البرنامج هو استمرار للحملة السنوية التي يقومون بها بالتعاون مع الأطباء الإريتريين. وأعرب المواطنون الذين خضعوا لعملية جراحية عن امتنانهم للخدمة المجانية. هذا وسبق لفريق الأطباء التابع للبصر أن أجرى عمليات جراحية مماثلة لإعتام عدسة العين في إقليم عنزبة والإقليم الجنوبي. وصل سدنا على الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع إدارة الإقليم الجنوبي ووزارة الزراعة والفرقة 14 التابعة لقوات الدفاع إلى مرحلة الاكتمال. وأفاد منسق المشروع المهندس ماجور برهاني أن السد يبلغ طوله 75 مترا وارتفاعه 12 مترا وعرضه 10 أمتار، وتبلغ السعة التخزينية له 916 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر أن بناء السد بالأسمنت والحجر ساهم بشكل كبير في سلامته. من جانبه قال منسق الموارد البشرية قائد الكتيبة السيد زارس الناي بيان أن استكمال سدنا على الذي يهدف إلى تخفيف نقص المياه في ضاحيتين يعد مصدرا للفخر. هذا وسيخدم سدنا على بمجرد اكتماله عدد من الضواحي للاستهلاك المحلي وتطوير البستنة وتوفير مياه الشرب للماشية. أفاد مكتب اتحاد المرأة في الإقليم الجنوبي أن العمل الذي قامت به الحكومة والجبهة لتعزيز القدرات الأكاديمية والمهنية للمرأة وتحسين دخلها الاقتصادي قد حقق نتائج مشجعة. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة سناء تفورقي في التقرير الذي قدمته في الاجتماع الذي عقد بمندفرة يومي 4 و5 من ديسمبر الجاري أن التركيز الأساسي كان على التدريب المهني وتشجيع الطلاب المتفوقين. وأضافت أنه تم تنظيم محاضرات وحملات في كل المديريات لرفع وعي المرأة بالقضايا الصحية وخاصة في الوقاية من الأمراض المعدية. وفيما يتعلق بالتدريب المهني المقدم تم تدريب 90 امرأة في الغزل والنسيج و40 في تصميم الملابس و15 في تجهيز الأغذية المتوازنة و20 في تربية النحل. وأوضحت رئيسة اتحاد المرأة السيدة تخاء ميكائيل أن المهام التي تم تنفيذها تستحق الثناء. وخلال المناقشة ذكر المشاركون الجهات المختصة بضرورة الاهتمام بالمشاكل الناجمة عن فشل البرنامج بمعالجة الثغرات في تحصيل القروض الممتدة وتمديد برنامج أدحنت. وفي الختام أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد أبتس فازيون أن دور ومساهمة المرأة في برامج التنمية كبير، وسيوفر الإقليم الدعم اللازم لإنشاء منصة للنساء لتلبية احتياجاتهن. عقد في 4 من ديسمبر منتدى تعليمي بمديرية حقات هادف إلى تعزيز الكفاءة التعليمية من خلال إحداث تغيير إيجابي في عادات المجتمع.
وذكر المشاركون في المنتدى أنه هو بالرغم من الجهود القوية لضمان تقديم خدمات تعليمية عادلة إلا أن النتائج ليست بالمستوى المأمول ويجب اتخاذ خطوات جادة. ودعا مسؤول التعليم في إقليم عسب الأستاذ كفلاي عن ميكائيل في المنتدى المدارس على العمل مع لجان أولياء الأمور والمجتمع لتطوير الإدارة الفاعلة وتقوية التشجيع والدعم في الصف الثامن. وأوضح مسؤول مراقبة الامتحانات الوطنية للصف الثامن الأستاذ حامد عثمان في التقرير الذي قدمه نسب النجاح في العام الدراسي 2023 و2024. واقترح المشاركون حل مشكلة النقص في الكتب المدرسية للصف الثامن وتقييم الدروس الإضافية بشكل مستمر وأن يكون المعلمون المعينون لتدريس الصف الثامن مؤهلين تأهيلا عاليا. ودعا مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد إلى تعزيز دور ومساهمة المواطنين مشيرا إلى أن ضمان جودة التعليم مسؤولياتهم الجميع. هذا وتوجد في مديرية حقات 34 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية حيث تقدم خدماتها لأكثر من 13500 طالب وطالبة. يحتفل الاتحاد الوطني للمرأة باليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 من ديسمبر في العاصمة أسمرة. وقالت مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد السيدة سنايت محاري لوكالة إرينا أن اليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة يتم الاحتفال به للمرة 33 عالميا وللمرة 9 على مستوى الوطني، مشيرة إلى أن البرامج الجارية تعزز جهود الاتحاد بالتعاون مع شركائه في القضاء على الممارسات المتخلفة. وتقام بالمناسبة مسابقات ألعاب القوى بين طالبات المدارس الثانوية ومسابقات المعلومات العامة بين موظفي المؤسسات الحكومية والاتحادات. وقال مسؤول وحدة الرياضة في مكتب التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ موسازجي أن هذا اليوم سيشجع مشاركة المرأة في الرياضة والتعرف على هواياتها مذكرا بنضال المرأة ضد كافة أشكال التمييز. ووجه منسق الفعالية الأستاذ سلمون اسكلوم الشكر لكل من ساهم في هذا الاحتفال. عقد تنظيم الشباب العامل في بلدة فرو مؤتمره في 30 من نوفمبر الماضي. وأوضحت الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها في التقرير الذي قدمته أنه تم القيام بعمل فعال في تعزيز البرامج الرياضية والثقافية وغيرها. وبعد تقييم المشاركين لنقاط القوة والضعف قاموا بانتخاب هيئة تنفيذية جديدة. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية سيد عثمان أحمد دي في المناسبة دعا الهيئة الجديدة على العمل الجاد لتحقيق أفضل النتائج نظرا للدور الكبير لتنظيم الشباب العامل في إحداث التغيير بالمجتمع. من جانبه دعا مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد فرع إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف دعا الشباب العامل لزيادة مشاركتهم في تعزيز التعليم نظرا لتأثيره الكبير. وأكد مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة بأن إدارة المديرية ستدعم المنظمات الشبابية بشكل عام وتنظيم الشباب العامل بشكل خاص. في غضون ذلك عقد مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم شمال البحر الأحمر الشاب سليمان يوسف ندوة حول أهمية التعليم لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية. أفادت وكالة إرينا أن شركة الاتصالات الإريترية ريتيل أكملت تركيب الأبراج ومستلزمات الطاقة في مديرية أدوبحة منذ منتصف عام 2023 في محاولة منها لتوسيع خدمات الهاتف المحمول. وقال مدير المديرية السيد محمد عمر ضرار أن الأهالي كانوا يسافرون إلى نقفة للحصول على خدمات الهاتف في الماضي. وقال أن مديرية أدوبحة محاطة بالتلال وحث الحكومة لتوسيع الخدمة لتشمل المناطق الأخرى. هذا وتقع مديرية أدوبحة في إقليم شمال البحر الأحمر ويسكن فيها حوالي 14,000 مواطن. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ندوة يوم 4 من ديسمبر في مديرية حلحل حول تعزيز دور الشباب في برامج التنمية شارك فيها ممثلون من المؤسسات الحكومية والجبهة والمجتمع. وذكر مسؤول الاتحاد في المديرية السيد نزار آب برخت آب في الكلمة التي ألقاها ذكر الشباب بضرورة رفع مستوى وعيهم وتقوية التنظيم تماشيا مع المرحلة الجديدة وزيادة دعمهم للمحتاجين وتشجيع الطلاب المثاليين. وذكر في المناسبة بأن الاتحاد سيركز ضمن أولوياته على البرامج والدورات التدريبية والمحاضرات والندوات التي ينظمها بالتعاون مع مختلف شركاء العمل ولجنة أصدقاء الشباب. من جانبه حث سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد سليمان عمر حث الشباب على العمل المنسق لضمان التنفيذ الفاعل للبرامج. ودعا مدير مديرية حلحل السيد قرمازيون أبرهة الشباب على رفع وعيهم السياسي ولعب دور رائد في برامج البناء والتنمية بشكل عام والحفاظ على قيم المجتمع بشكل خاص.
وتم في الختام تقديم توصيات من ضمنها الاهتمام ببرامج تجميع القرى وحل مشكلة النقص في الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج التنمية والبناء بالاعتماد على الشباب. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد ستبادر في محاولة لعقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الموضوع السوري، فيما تستمر فصائل المعارضة السورية التقدم في مناطق تنسحب منها قوات النظام. وقال حسين في مقر وزارته في بغداد بعد اجتماع مع نظيره الإيراني عباس عراقجي والسوري بسام الصباغ أن قسما من الدول التي قد تشارك في اجتماع بغداد هي دول أعضاء في اجتماع أستانا. وأكد الوزير العراقي على ضرورة حماية الأراضي العراقية وإبعاد بلده عن أي هجمات إرهابية، فيما تستمر فصائل المعارضة السورية التقدم في مناطق تنسحب منها قوات النظام. وحققت قوات المعارضة تقدما كبيرا ومتسارعا في ريف حمص ومناطق في جنوب البلاد بعد سيطرتها على إدلب وحلب وحما. أعلنت الفوضية الأوروبية وتكتل ميركوسور عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة تشمل 780 مليون شخص ونحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبعد أكثر من 20 عاما من بدء المفاوضات، وصل الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور أخيرا إلى اتفاق تجاري، كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين خلال قمة في أوروغواي. ويتألف تكتل ميركوسور من البرازيل التي تمثل الجزء الأكبر من مساحة التكتل وإنتاجه الاقتصادي وسكانه، إلى جانب الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وبوليفيا العضو الجديد. وعلى مدار الأسابيع الماضية كانت فرنسا التي تعارض الاتفاق تحاول إقناع شركائها بمنع الاتفاق، ووصفته بأنه غير مقبول. وتقول مصادر دبلوماسية أن المفوضية الأوروبية تخوض مخاطرة كبيرة، إذ أن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مضمونة. أرسلت إيران إلى الفضاء أثقل حمولة لها على الإطلاق باستخدام حامل الأقمار الصناعية سيميرج، بما في ذلك وحدة متقدمة لنقل الأقمار الصناعية إلى مدارات أكثر ارتفاعا، وفق ما ذكره التلفزيون الإيراني الرسمي. وأوضح أن وحدة النقل سامان 1 إلى جانب قمر صناعي من طراز كيوب سات وحمولة بحثية وضعت بالنجاح في مدار بيضاوي يبلغ أعلى نقطة فيه 410 كيلومترات وأدنى نقطة 300 كيلومتر. ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا، من المرجح أن تستخدم في الحرب على أوكرانيا في غضون أسابيع، بينما نفت إيران ذلك. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن سيميرج، وهي وحدة إطلاق أقمار صناعية تعمل بالوقود السائل من مرحلتين، طورتها الوحدات اللوجستية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية والقوات المسلحة. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إجراء عمليات العيون لأكثر من 470 مواطنا في مستشفى بصوان. تشييد سد في ضاحية روبا نازا. جهود لتعزيز قدرات المرأة في الإقليم الجنوبي. بعد اللقاء الثلاثي في بغداد، العراق يدعو إلى اجتماع بشأن الملف السوري. الاتحاد الأوروبي وميركوسور يتوصلان إلى اتفاق تجاري تاريخي. وإيران تطلق وحدة متقدمة لنشر الأقمار الصناعية في مدارات أبعد. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.